رواية فاطمة من دوار تمازيغرت للمدينة الكبيرة. فاطمة تولدات وسط جبال الأطلس في دوار صغير سميتو تمازيغرت نواحي أزيلال. حياتها كانت بسيطة بزاف، كبرات وسط الجبال بين البقر والغنم والحطب اللي كيجمعوه النساء في التلج باش يشعلوا العافية. الوالد ديالها كان فلاح بسيط، والوالدة ديالها مرأة قوية كتخدم في الدار والحقول. فاطمة كانت مختلفة على صحاباتها، ديما عندها حب للتعلم، كتفكر كيفاش تخرج من الفقر وتعاون والديها. من صغرها وهي كتمشي للمدرسة ديال الدوار، كتقطع أكثر من ساعة ديال الطريق على رجليها وسط البرد والشتاء. بزاف من صحاباتها تسدوا عليهم الطريق وما كملوش قرايتهم، ولكن هي شدت صحيح. من بعد الابتدائي والإعدادي جات اللحظة الصعيبة، كيديروا التلامذ لحاجة جديدة سميتها الثانوي في المدينة القريبة. الوالد كان متردد، قال: فاطمة، المدينة بعيدة وماشي ساهل تبقاي بوحدك. ولكن الأم ديالها شدت فيه وقالت: خلي البنت تقرأ، غدا ولا بعد غدا هي اللي غادي تعاوننا. بالفعل مشات فاطمة للمدينة الصغيرة أزيلال، كرات غرفة صغيرة عند عائلة وبقات كتقرأ بجدية. الصعوبات كانت كبار، ما عندهاش فلوس كافية، بزاف ديال المرات كتنقص من الماكلة باش تشري الكراريس، ولكن الطموح ديالها كان أقوى من الجوع. رغم الصعوبات جابت فاطمة الباك بمعدل مزيان. نهار علقوا النتيجة في اللوحة فرحات بحال شي طفلة صغيرة، والدوار كامل دار ليها عرس. شدت الطوبيس ومشات للدار البيضاء. هنا تبدلات الحكاية. الدار البيضاء ماشي بحال الدوار، الزحام، الضوضاء والناس اللي ما كيعرفوش بعضهم. فاطمة لقات راسها ضايعة، كرات مع طالبات أخريات، ولات كتخدم في الليل في مخبزة باش تقدر تصرف على راسها وتعاون والديها بشوية ديال الفلوس. كتير من الليالي نعست بالجوع، ولكن كانت كتحط كتاب بين يديها وتقول: غدا غادي نولي شي حاجة كبيرة. حتى كملت الإجازة في الاقتصاد والتسيير. فاش كملت الإجازة ديالها في الاقتصاد والتسيير وقفت قدام واحد الحاجز كبير: الخدمة. بزاف ديال صحاباتها بقاو بلا خدمة، ولكن هي ما استسلماتش. دارت تكوينات في المعلوماتية واللغات وحاولت تتعلم اللغات بوحدها عبر اليوتيوب. بقات كتقلب على الخدمة وما لقاتش. واحد نهار شافت إعلان في الفيسبوك: شركة لوجيستيك باغية متدربين. مشات بجرأة وخدمت 3 شهور بلا مقابل. المدير لاحظ الجدية ديالها وعينها موظفة رسمية. خدمت بجدية كبيرة وبشوية بشوية ولات مسؤولة على فريق صغير. الفلوس بداو يجيو وشدت قرض صغير باش تبني دار في الدوار. نهار رجعات الناس كاملين جمعوا يشوفوا هذه هي فاطمة اللي كانت كتمشي للمدرسة حفيانة ودابا بنات دار للوالدين. فاطمة ما وقفاتش، دارت تكوينات في المعلوماتية واللغات وجمعت راس المال. من بعد سنوات فتحت شركتها الخاصة في مجال اللوجيستيك. فاطمة دابا مرأة ناجحة وكتعاون بزاف ديال البنات في الدوار باش يكملوا قرايتهم. ما نساتش الأصل ديالها، كل صيف كترجع للدوار كتجيب معها كتب وأدوات مدرسية للبنات الصغار وكتقول لهم: أنا كنت بحالكم، طريق صعيب ولكن القراية تفتح لكم البيبان. القصة ديال فاطمة ماشي غير حكاية وحدة من البادية، ولكن درس حي. بالعزيمة والإصرار حتى بنت بسيطة من دوار صغير تقدر تولي سيدة أعمال في المدينة الكبيرة، وأن النجاح ماشي مستحيل. بالعزيمة، الصبر والإيمان بالنفس كل شي ممكن.